صباح الخير حبايب قلبي. راح أعمل مخلل باذنجان. البارح ما شاء الله كان فيه شوية طلبات ومن ضمنها مخلل الباذنجان. فرح نحتاج باذنجان مقلي، إذا مو حابة تقليه زيي أشوي بالفرن أو بالقلاية الهوائية زي ما أنتي تحبي، لكن أنا صراحة أفضل القلي، يعني أحلى، وكمان لما ينقلي ينحط بوقت أطول في الثلاجة. كمان أحتاج كمية من الثوم. أنا أخذت راس الثوم هذا كله قشرته، وعندي هنا كمان فلفل حار راح أخرج منه البذر، وهذول الاثنين راح أحطهم في الفرامة أطحنهم ناعم زي المعجون. وأحتاج كيس من الحمر هذا التايلاندي التمر الهندي، ذوبته في موية حارة راح أستخدمه كله. طبعا راح أصفيه من البذر. طيب لما أقلي الباذنجان لازم أخليه يتحمر مرة كويس. تمام، أنا شايفة اللون كده كويس، لأنه سر الطعم اللذيذ في تحميرة الباذنجان. باقي المقادير حتكون عندي حبتين بصل أو كوب ونص بصل، ملعقة كبيرة سكر، وملعقة وسط من بذور الخردل. إذا ما عندك بذور الخردل لا تحطي، لازم. حيكون عندي ملعقة كبيرة من مسحوق الكاري المعتدل، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، ملعقة صغيرة كمون، وأكيد ملح. أحط البصل على الزيت وأحمره. لازم أوصل لدرجة التحمير عشان برضو تخلص النكهة اللذيذة. بدأ البصل يتحمر عندي، راح أضيف عليه بذور الخردل وأقلب شوية. وزي ما قلت لكم إذا ما عندك بذور الخردل تقدري تسوي، أصلا ماني حاطة كتير، يعني شوية. أضيف عليه معجون الثوم والفلفل. قلبت دقيقة واحدة على النار، وراح أحط عليه البهارات والملح. هنا عندي تقريبا 3 أكواب من التمر الهندي اللي أنا ذوبته، وأحط عليه ملعقة السكر وأقلب. بعد ما غلي ضفت عليه الباذنجان المقلي وأتركه يتسبك 5 دقائق على نار هادية. طفيت عليها النار وراح أتركها تتمخمخ كده 10 دقائق، وبعدين خلاص، أو لحد ما تبرد، وبعدين أبدأ أعبيها في برطمانات، أو ممكن أقدمها حارة. أنا مرة أعشق الخلطة دي، مرة أعشقها، فجربوها وقولوا لي رأيكم.